بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم في فيديو جديد وعظيم وترند وكل حاجه في الدنيا. بصوا الديكور الشيك الاسبوع القمر ده. تعالوا بقى هقول لكم ازاي عملنا الفيونكه الترندي الجامده جدا دي. شايفين الاسم؟ شايفين الشياكه؟ شايفين الديكور عامل ازاي يا جماعه؟ مش هتكلم عن شغل، يعني انتوا شايفين وانتوا اللي تقولوا في الكومنتات ايه ده. ده كان الفينش بتاعي. شايفين الماكت ده؟ قولوا لي بقى كده ايه اكتر حاجه شدتكم في الديكور؟ الباك، الغربال، تمام، الهون مثلا، الماكت القمر ده، ولا التوزيعات، ولا بقى الفيونكه. سيبوكم من ده كله، تعالوا نعمل مع بعض الفيونكه دي. اول حاجه هو استخدمت الفوم ده. الفوم ده هتلاقوه على القناه عندي على التليجرام، الصندوق الوصف اللي تحت هتلاقوا فيه لينك بتاع التليجرام، هتخشوا هتلاقوا التفاصيل بتاعه الاسعار بتاعه الخامات كلها. تمام. انا بس هنا كنت عايز اقول لكم ان احنا عايزين نستخدمها على حاجه نقطع عليها، بس انا مش هقطعه في الاخر. يبقى الفوم ده انا استخدمت متر في متر، اوكي، مقص متر، استخدمت سدس شمع كتير بقى، استخدمت قفيز، اوكي، لازم يكون عندكم قفيز طويل، وشمع كتير بقى، كتير كتير، وقماش. اوكي. تعالوا بقى هقول لكم لو انتوا عايزين برضو القماش ده، لان انا ممكن اشحن لكم الفوم واشحن لكم القماش، او اشحن لكم بقى ايه الفيونكه كده جاهزه وانتوا حاطين رجل على رجل بالفينش القمر ده. بصوا القماش كان فيه تضليعه كده، بجد كان رائع، وفيه مطه، وانا استخدمته برضو في الباك دروب اللي انتوا شفتوه في الفيديو الاول ده، استخدمت نفس القماش ده فيه. انا جبت متر في متر، يعني انا جبت متر، اصلا العرض بتاعه بيبقى متر ثابت، وانا قست متر، بعدين بعد كده احتجت متر كمان فجبت متر كمان. اوكي. تحس ان هو في تانية كده على اليمين، هو بيبقى برول كده، فهو في تانية، فانا قلت خليني على التانية دي، يعني انا هشتغل على التانية دي. تمام. الدوران بتاع الفيونكة هيبقى على الدايرة دي. ده متر، اوكي، احنا قلنا متر، انا هقسمه نصين، 50 و50. تمام. انا بس ايه، وانتوا بتقيسوا خلي بالكم ان هو ممكن وهو بيقص يزود لكم، يعني الشخص اللي بيقص يزود لكم 2 سنتي 5 سنتي بتاع، عشان مش يبوظ لكم الدنيا. فانتوا بالمتر بتقيسوا نص البتاع اللي عندكم بالظبط، بعدين بالمسطره عشان يبقى المقاسات معاكم مظبوطه، والفيونكه تبقى الفينش بتاعها بيرفكت كده. مبدئيا اول مره اعمل فيونكه دي، مبدئيا اعتقد محدش عملها على اليوتيوب اصلا، فبليز يعني لايك، شير، كومنت لطيف، دعوة حلوة، مش محتاجة اكتر من كده. ماشي. دعوة، كومنت، لايك 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 لايك، المفروض ده يجيب مليون لايك بصراحة يعني. تمام. انا قسمته نصين بقى زي ما انتوا شايفين كده، سهل، انا قصيته بالمقص. انا كنت حاطة البتاعة دي عشان احنا نقص بالكتر، بس لا، المقص اسهل. القماش ده عرضه كام؟ عرضه متر ونص، تمام، فانا حطيتهم الاتنين مع بعض، فكده بقى عرضه معايا كام؟ 75 سنتي. تمام. احنا كده معانا اللوح اللي احنا قصيناه ده كام؟ 50 في متر. خلي بالكوا عشان انا مش هقول مقاسات في الكومنتات، ركزوا في المقاسات لان انا هنسى بجد حرفيا. تمام. انا هنا يبقى انا كده المفروض الفوم ده متر، انا كده مزوده تقريبا، هيبقى حوالي، قولي مثلا، بصوا مزوده كده بالعين، فاهميني؟ انا جايبه قماش بكتير عشان الحاجه تظبط معايا، ما كنتش عارفه هستهلك قد ايه. تمام. هقول لكم انا جايبه كام قماش دلوقتي. فانا زودت عن المتر تقريبا هنا، قولي شبر من يمين وشبر شمال بالعين كده. تمام. الحته اللي هنتنيها لجوه زي ما انتم شايفين كده، انا ما قستش القماش، انا عملتها كده. اوكي. بعدها بقى طبعا بالطول زي ما انتم شايفين، العرض بتاعه متر ونص، فانا قصيته في كام؟ متر ونص، فبقى معانا 75 سنتي، فبرضه معانا حته يمين وحته شمال زياده. فاهميني؟ احنا مع بعض اهو، انا ما عملتش اي حاجه. حته الفوم اللي انا جبتها قسمتها نصين، وعلى اساسها انا بحط القماش عشان مش تتلخبطوا نفسكم. هنتني بقى ده كله لجوه بالمنظر ده. شفتوا الحته الزيادات اللي احنا عاملينها دي عشان نداري الجوانب ما تبقاش مظبوطه. القماشه دي فيها مطه، دي بقى احلى حاجه فيها، لما بتمط شويه ممكن كمان تشديها، يعني بدل ما يبقى معاكي 75 سم اللي هو ال 25 سم زياده دول، هيبقوا اكتر شويه في المطه اللي انت بتشديها. وانت بتلزقي خلي بالك، خلي بالك من الشمع عشان ايدك ما تلسعش، خلي بالك كمان ان تبقى مظبوطه كده عشان القماش يبقى مفرود. اوكي. حاولوا تجيبوا قماش يكون ما بيتكويش، ويكون في مطة حلوة كده، هتظبط معاكم جدا. طب يا مي انت جبتي قماش قد ايه؟ انا جبت 5 متر قماش. ليه يا مي؟ عشان الفيونكة؟ لا، انا قلت هعمل فيونكة واللي هيتبقى احطه على انهي باك. تمام. انا حطيته على الباك الكبير، الباك الكبير بيبقى 2 متر وربع. اوكي. حطيته على الماك الكبير 2 متر وربع تقريبا، فانا استهلكت ما يقارب
قولي مثلا 3 متر، يعني انت خليكي في الاحتياطي 3 متر، تمام. 2 متر ونص، قولي 3 متر، تمام. بس بصوا الشدة بتشد معاكي ازاي. وشمع بقى كتير، هتستخدمي كمية شمع فظيعة يا جماعة، مش عايزة اقول لكم فظيعة. اهم حاجة النص التاني ده مش هنرميه، احنا هنحتاجه، بس انا بس هقول لكم مع بعض واحدة واحدة، تمام. الفينش بصوا، لو حاجة باظت معاكم، بصوا انتوا بتحطوا نقطة شمع خفيفة، لو باظت معاكم بتفك بسهولة زي ما انتوا شايفين كده، وبرجع اشدها وافردها تاني. اول مرة اعملها واول مرة اجربها، قلت اصورها معاكم عشان تستفادوا بالتجربة بتاعتها. بس الحمد لله، يعني الحمد لله انها طلعت حلوة والفينش رهيب، والحمد لله كل اللي شافها انبهر بيها بجد. كنت مرعوبة القماش يبوظ، مرعوبة الحاجة ما تكفيش، بس لا الحمد لله. أنا جبت قماش زيادة قلت هستخدمه للباك، بس الحمد لله هو كده كفى. و وبس الحمد لله. والفوم برضو كفى، أنا جبت متر كمان، يعني أنا كده جايبة 2 متر، 2 متر في عرض متر، والقماش 5 متر في عرض كام؟ متر ونص. بصوا بقى الحركة دي، هو طبعا الفوم هو مش رفيع قوي، فالموضوع سميك شويه، فالموضوع صعب ان انت تتنيه التنات اللي انا بعملها دي. انا عايزه اقول لكم هي خدت مني ما يقارب لساعه بجد. انا اختصرتها لكم وحبيت برضو اقول لكم التجارب، بحيث ان في فكره في دماغكم اعملوها. الموضوع مش صعب، حاولوا مرة واتنين وتلاتة وعشرة، ما تيأسوش. أنا عملت كده، فكرت في 100 حل في اللقطة دي. أنا عايزة شكل الفيونكة يبقى بيرفكت، ماشي. انا عارفه ان في ناس تقريبا، الناس اللي شفتها ان هي مفنشه الفيونكات بتاعتها ما بتعملهاش بالطريقه دي نهائي، بتقص الفوم ده يبقى هو اصلا بيضاوي، تمام. ما بتعملش الحركه، ما فيش حد عمل الحركه دي نهائي تقريبا غيري، تمام. فانا بقى حاولت مليون طريقه. طب انا احط شمع في النص، طب ازاي؟ بصوا حضرتك ايدي وجعتني من كتر ما انا بضغط فيها، وحاولت اكتر من مره. انا قصيت كتير من الفيديو، بس انا حاولت اقول لكم بس التجارب اللي انتوا تستحقوا ان انتوا تشوفوها، تمام. مفيش حد غيركم يستحق ان هو يشوفها. بصوا بصوا التقسيمه بجد بتدي شكل رهيب. بذمتكم دي احلى ولا ان احنا مثلا نقص الفوم يبقى عاديه تقليديه كده؟ دي شبه الفيونكه اللي احنا بنعملها بالظبط بالستان، تمام. انا عايزاها بقى كده. افكر بقى، طيب احط شمع في النص، لا ما كانتش ظابطه معايا نهائي. بصوا انا بعيده هنا المره الاخيره دي بقى، انا عايزاكم تعرفوا انا عملتها ازاي اهو. اكنكم بتعملوا حرف الام وبعدين تتنوا كمان، بس كده، تمام. ام وجنبها ان تقريبا. كان الحل الوحيد ان انا امسكها كده، ان انا اعملها بقفيز، حرفيا بجد ما كانش في حل تاني. قلت هلزق شمع وسطهم، بس الشمع مهما كان مش هيستحمل ان هو يفضل ممسوك كده، تمام. او عايز مثلا مشبك كبير، حتى يا ربي القفيز ما كانش ظابط معايا لان هو كان قصير، هي تمام عايزه قفيز طويل جدا جدا جدا. فانا ركبت 3 قفيزات في بعض زي ما انتم شايفين كده، وقلت والله لا احلها، انا هعمل، هي لازم تتحل. وقفلتها وكنت مبسوطه جدا، وكان باين عليا يعني، بس طبعا يعني حتى الفيديو ما تصورش وشي، بس لا تمام الحمد لله. كانت مبسوطه ومبسوطه جدا ان انا قدرت ان انا اعملها بالمنظر ده. المهم تخيلوا بقى ان اللي احنا عملناه هنا هنعمله على الجنب ده كمان. تلاقيكم دلوقتي بتشتموني، بس لا بصوا شكله كده بقى، تحس ان هو مركب ممكن نحط جواه بيبي. بصوا في افكار كتير قوي، انا فعلا كنت بقول الله ده شكله حلو قوي الفكره دي، تمام. فهنعمل ايه بقى بعد كده يا ماي؟ المفروض ان احنا نربطهم في بعض. بصوا بقى كده بانت صح؟ حسيتوا بايه لما وصلتوا المرحله دي؟ زيي انا بجد كنت مبسوطه جدا، مش عارفه ليه، بس انا حاسه ان انا عملت حاجه تاريخيه. المفروض بقى ان الفوم دي هنعمل نفس الفكره تاني. اه يا دماغي، اه يا دماغي. تخيلوا احنا عملنا حركه القفيز دي ال4 مرات، ما هو الفيونكه جنبين صح؟ القطعه اللي احنا عملناها اول مره دي قطعه، دي القطعه التانيه. عايزين بقى نثبتهم في بعض، شمع كتير 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 شمع، ونثبتهم في بعض. طب يا ميا هيمسكوا في بعض ازاي؟ بصراحه انا فكرت في اللقطه دي قفيز، بس انا كنت هجيب كميه قفيزات منين بقى هربطهم في بعض عشان نقفلهم ببعض؟ يعني ليه ده كله؟ بس الشمع الحمد لله قضى الغرض. بس المشكله تفضلي ماسكاه حبه كتير، تضغطي جامد جدا وتمسكي حبه كتير. طبعا خسرت الفيديو، بس انا بقول لكم بس اللقطات المهمه. لو لسه بتشوفوني لحد دلوقتي تقولي دعوه حلوه وكومنت لطيف، ولو ما عملتوش اللايك اعملوا لايك تاني. انا قلت القفيز طبعا مستحيل، نو واي، الا بقى ممكن 2 طوال جدا مع بعض او 4 بقى زي ما انتوا عايزين، بس انا قلت لا، انا ما يئستش وحطيت شمع وضغطت عليها كويس جدا ومسكت، وبجد كنت مبسوطه جدا. هنعمل بقى واحده يمين وواحده شمال اللي احنا عملناها بنفس الطريقه، بنفس القماش، بنفس كل حاجه، تمام
كده الفرخ الفوم المتر في متر عمل معانا، يبقى الجنب اليمين ده نص متر 50 في متر، والجنب الشمال 50 في متر. حطينا شمع في النص ما بينهم ولزقناهم بالمنظر ده عشان يبقوا قطعة واحدة. طبعا هي كانت بتفك وما كانش فيها حل غير ان انا برضو اربطها بقفيز يمين وشمال. خلي بالكم في المرحلة دي انها ممكن تفك منكم على فكرة، بس يعني الحمد لله قدرنا نسيطر على الموقف. يعني لو عايزينها جاهزة بقى اطلبوها وخلاص وامر الله اعملها لكم. بس بصراحة مش متخيلة هي ممكن تتشحن في ايه. هي كده عرضها متر، ممكن يكون اكتر من متر كمان، يعني عشان بس الضخامة بتاعتها برضو، لان ايه دي 50 في 50 يبقى متر، هي تقريبا متر عرضها كده، وش هي متر. تمام. شمع كتير، بصوا الشمع لما يفك منكم بس ايه بالقفيز هيمسك مع بعض وزي الفل. نعمل بقى الدلدلتين اللي نازلين من الفيونكاية. نعملها ازاي؟ ارتفاعها عملتها متر. ليه بقى متر؟ هقول لكم ليه. لان انا جبت فرخ فوم تاني متر في متر، فطبعا انا عايزه اعمل الطول بتاعها متر. ممكن تطولوها بقى الطول اللي انتوا عايزين، ان شاء الله تعملوها 5 متر براحتكم. تمام. الشريطتين دول هقول لكم تركايه في الشريطتين دول تعملوها هتخلي شكل الفيونكه واقعي جدا. استنوا. ماشي. انا كده الارتفاع بتاعها متر. ممكن طبعا تزودوا في القماش الارتفاع متر ومثلا 10 سنتي ولا حاجة عشان وانتوا بتتنوا القماش. اوكي. قسمت دي 30 سنتي. ماشي. وقلت هنقص القماش. انا كنت عايزة اقصه بصراحة كله، قلت طبعا ده العرض بتاعه كبير جدا، نعمل منه الدلدلتين بتوع الفيونكة ونعمل منه الحتة اللي في النص كمان. تمام. هقول لكم مقاساتهم دلوقتي ايه. خلي بالكم في تركايه كده هعملها حلوه قوي، وبجد خلت المنظر واقعي اكتر وشيك وحاجه كده فظيعه بجد. انا عايزه اقول لكم المقاسات دي كلها عاملاها من دماغي، يعني انا بشوف الحاجه كده قدامي واقول طيب احنا محتاجينها كذا. يعني انا اللي خلاني اعملها 50 سنتي هو ان انا كنت جايبه الاول فرخ متر في متر. تمام. ده اول سبب بصراحه. تمام. انا قلت بقى هقسمه ايه نصين. بصوا بقى ده الفوم عشان مش تلخبطوا نفسكم. انا عملت ايه 14 سنتي. تمام. من فوق. من تحت عملتها 16 سنتي. طب ليه يا مي ال2 سنتي دول؟ هقول لكم عشان وهي نازله تبقى من فوق ضيقه، نازله على واسع كده شويه. شايفين بقى التركايه؟ هما 2 سنتي بس فرقوا جدا في الشكل في الاخر. يبقى احنا الدلدلتين هنعمل الارتفاع بتاعهم متر. تمام. العرض بتاعهم كام؟ من فوق 14 سنتي ومن تحت 16 سنتي. لما قصيت واحدة علمت على التانية من غير ما اقيس بقى تاني وقصيت التانية كمان. تمام. خلي بالكم في المرحلة دي وبعد ما قصيتوا الاتنين دول هتلاقوا الفوم عندكم مش مظبوط، وانتوا تيجي عشان تقيسوا حاجة تانية فيها زاوية قايمة مش هيبقى مظبوط. فاهميني؟ يعني دلوقتي انا عايزة اعمل الحتة اللي في النص. تمام. لما انا بصوا انا عملت ايه. انا حاولت اعمل اول حاجة زاوية قايمة من تحت، طبعا في حته زياده طالعه على حته واسعه ازاي. حد خد باله؟ حد فهم انا بقول ايه؟ تمام. فانا ماليش دعوه بالجنب ده، ممكن تعملوا من الجنب التاني عشان لو انتوا ايه خايفين تتلخبطوا او انتوا مش محتاجين الفوم تاني. بس انا عالجت الموضوع. طب يا مي المقاسات ايه؟ المقاسات دي الارتفاع بتاعها 50 سنتي. تمام. الحته الصغيره الارتفاع بتاعها 50 سنتي. العرض بتاعها زي ما انتوا عايزين، يعني تقريبا انا عملتها 13 سنتي. تمام. يا رب اكون فاكره صح يعني. تمام. في 50 سنتي. اوكي. انا عايزه القماش طويل شويه وهقول لكم القماش اطول من ده من ده ليه. بصوا اي حته قماش بقى متبقيه معانا هتقضي الغرض. شايفين الحته الزياده اللي تحت دي؟ خلوها انا هقول لكم هنعمل بيها ايه. تمام. احنا كنا عاملين بقى 30 سنتي القماش، فاحنا دي عاملينها 15 سنتي. اوكي. تمام. وحسب بعينيكم انتوا ممكن تقيسوا بالمسطره المسافه وانتوا شغالين، عايزينها 14 15 براحتكم. الحته اللي نازله دي انا هثبت من جنب. بصوا شمع كتير شمع كتير ونثبت من النص. تمام. نستنى تنشف بعدها نحط شمع كتير بقى عشان نمسكهم ببعض بالمنظر ده. تمام. طبعا انا ربطتهم ببعض بشمع وبقفيز. بعدها بقى ايوه شمع كتير 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 ونبتدي ان احنا ايه ايوه بالظبط كده جت معانا في النص. ممكن تقيسوا الاول عشان لو في اي حاجه في المقاسات تظبطوها قبل ما تحطوا الشمع. بصوا انا شدتها وفضلت ماسكاها كتير جدا لحد ما نشفت. يعني ايه مش تعملوها المرحله دي غير لما تنشف. انا هقول لكم دلوقتي بقى احنا محتاجين الحته النازله دي ليه. هنعمل بقى نكمل ايه الاتنين اللي انا قلت لكم عليها اللي نازلين منها. انا عملت مثلث تحت. اوكي.
قسنا واحده في المثلث، هناخد المثلث ده، انا عاملاها بعيني كده، هناخد المثلث ده ونعمل بينه الفوم التانية عشان يبقوا مظبوطين بالظبط قد بعض. اوكي تمام. انا بقى ايه، احنا خلاص عارفين المقاسات بتاعت دي. حاولت ان انا داري القماش. طبعا القماش انا كبير جدا لان احنا قسمناه نصين، فاحنا معانا تقريبا العرض 75، عرض كبير جدا. تمام. فانا قلت بقى ايه، هقص قدها بالظبط. انتوا بقى شوفوا المقاس بالظبط، علموا عشان ما تلخبطوش نفسكم وقيسوا. حاولت الفينش يبقى بيرفكت قوي، فانا ايه قلت طب ما احنا نعملها في جنب احسن، نخلي الوصله بتاعتهم تبقى بجنب عشان نداري ده كله. احنا مش هينفع بقى نبين الابيض ده، نداري ده كله، يبقى كده ايه الفينش بتاعها حلو ويبقى مظبوط. بس معرفتش. ده انا صراحه معاك اهو. شوف انا ايه، بصوا وانتوا بتشدوا عشان هي فيها مطه مش هتظبط معاكم مهما حاولتوا. طب نشد يمين شمال، انا كنت محتاجه ازود البتاع شويه. بصوا الفينش بس هو من جوه، بس انا فرحانه ان هي من بره. قلت خلاص يا جماعه كده كده هي مش ظاهره اصلا من جوه، انا هعرف نفسي ليه بس. فمشوا الدنيا من جوه مش مشكله. بتثبتوها ازاي؟ حته القماشه دي اللي قلت لك عليها دبسناها بالدباسه، وده كان شكلها في النهايه. قولي كده رايكم والديكور والدنيا، ايه رايكم في الحلاوه والشياكه دي؟ محتاجين بلالين يا جماعه، محتاجين الاسم القمر ده، محتاجين الباكات الحلوه دي. كل الخامات متوفره عندي، اي خامه مش موجوده كلموني. طبعا مش عايزه اقول لكم ان الباك اللي عليه جود ده جود برضو بنفس القماشه دي، القماشه اللي اتبقت من 5 متر انا حطيتها. ده غير ان انا كمان جبت قماش تاني، جبت 1.5 متر عملت منه الغربال القمر ده، وعملت فيونكه بنفس الفكره، وعملت منه الهون برضو. فقولي كده رايكم في الدنيا. يا رب ربنا يا رب يرزق كل مشتاق. دعواتكم كتير كتير كتير، وبحبكم جدا. متنسوش اللايك، فعلوا الجرس بقى عشان لو في اي حاجه جديده تشوفوها على طول. ما تنسوش القناه تحت بتاعه التليجرام. باي.